مساء الفل. النهارده هنتكلم على الاهلي. الاهلي خلاص يعتبر خلص كل صفقاته، طلع المعسكر في النمسا. الناس كلها بتتكلم ان الاهلي عايز او محتاج راس حربة. تعال نتكلم كده في شكل الاهلي والصفقات اللي جت، والاهلي هيروح لفين الموسم اللي جاي. ناخدها حاجه حاجه كده. اول حاجه راس الحربة. الاهلي لو ما لقاش راس حربة تقيل مش هيجيب راس حربة تقيل، مش هيجيب راس حربة خلاص. فالاهلي يا هيجيب حاجه بمواصفات معينه يا مش هيجيب خالص. فمش هيجيب خالص، ما عندوش ازمه. برضو ليه ما عندوش ازمه؟ كهربا بيلعب راس حربة، صلاح محسن بيلعب راس حربة، فالاتنين ما فيش مشاكل، اي واحد فيهم هيأدي في راس الحربة. الحاجه التانية ان في ناس كتيره بتهدف، يعني ناس كتيره بتهدف، يعني من اول محمد عبد المنعم بيجيب اجوان، كريم فؤاد بيجيب اجوان، امام عاشور بيجيب اجوان، كهربا، مروان عطيه ممكن يزيد قدام المره اللي يعني في الموسم الجاي ممكن ياخد ادوار هجوميه اكتر ويدخل جوه ال 18 ويجيب اجوان. حسين الشحات، بيرستاو، ففي توليفه كتيره من لعيبه تقدر ان هي تجيب اجوان يعني تستغنى عن فكره راس الحربه. دي بالنسبه لموضوع راس الحربه. ندخل بعد كده الاهلي مش راسم على دوري ولا على كاس ولا على اي بطوله محليه خالص. الاهلي راسم بالتشكيل اللي بيجيبه ده، باللعيبه دي، راسم على كاس العالم للانديه. لان الاهلي كده كده ياخد الدوري، كده كده اقوى فرقه موجوده في افريقيا كلها، فياخد دوري مستريح، هياخد كاس مصر وياخد اي بطوله محليه يدخلها ياخدها. التحدي هي بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه. فالاهلي جاي في كل مركز لعيب واتنين، بس ده عادي يعني في اي حته في العالم في كل مركز فيه لعيب واتنين. بس اللي في الاهلي بقى الموسم اللي جاي ان اللعيب مركز التاني اللي هو الاستبن او الاحتياطي بتاع المركز الاول لعيب تقيل. يعني مش لعيب مثلا فارق 50 40% عن الاساسي، لا ده ممكن يكون فارق 10 20%، ممكن يكون احسن كمان من الاساسي. فالاهلي عنده تنوع كتير قوي السنه الجايه، الموسم الجاي الاهلي هيلعب كره حلو قوي الموسم اللي جاي. اقول لك ليه. حراس المرمى عنده 2 حراس مرمى، الشناوي وشوبير. خط دفاع عنده كتير في خط الدفاع. تعال اتكلم باك اليمين، عنده مين؟ عنده اكرم توفيق راجع له، عنده محمد هاني، ادي كده اتنين واتنين دوليين وكبار. الاهلي عنده لعيبه دوليه كتيره جدا، يعني لعيبه دوليه بتلعب في المنتخب، يعتبر الفرقه كلها لعبت منتخب يعني. فالباك اليمين عنده اتنين، باك الشمال عنده اتنين، علي معلول، وعنده لعيبه تانية تلعب باك شمال. خط النص عنده لعيبه كتير، في امام عاشور، فامام عاشور يعني بيلعب باك يمين وخط نص ووينج يمين وشمال وخط نص يمين وشمال وكل حاجه. فتوليفه كتيره. تدخل كده على الهجوم، عنده كريم مش كريم، عنده حسين الشحات بيلعب وينج يمين وشمال، بيرستاو بيلعب الاتنين برضو. ف اتنين خلاص. مروان محسن بيلعب برضو وينج يمين. كهربا يلعب يمين وشمال وبيلعب نص، بس هو الاحسن هو بيلعب وينج شمال ونص. عنده لعيبه كتير قوي بتلعب. فالصفقه الوحيده اللي ممكن تقول عليها عدله في الاهلي اللي جت السنه دي هي امام عاشور، اللي هو اللعيب اللي متجرب واتشاف. لكن اي لعيب تاني جه جديد هيبقى لسه انت بتجرب، لسه شوف هينفع مش هينفع مع الاهلي. صفقه حلوه مش حلوه، الكلام كتير واللي بتشوفه كتير، ويجي يلعب بقى في الاهلي وضغط الاهلي وضغط المباريات والبطولات والمشوار الطويل بتاع الاهلي، في لعيبه كتير ما بتستحملش. فالاهلي بالسكواد ده اتقل فرقه موجوده في مصر وافريقيا. يليهم بيراميدز. يعني بيراميدز ممكن اتوقع ان نهائي افريقيا السنه الجايه الاهلي وبيراميدز، يعني دول اتقل فرقتين موجودين في مصر وفي افريقيا. بس لو بيراميدز استرجلوا، يعني لو استرجلوا ولعبوا زي الرجاله كده هيوصلوا وهيروحوا حتت ما يحلموش بيها يعني. بس اهم فرقه دلوقتي الاهلي، هي اقوى فرقه موجوده في افريقيا، مش في مصر، في افريقيا. والاهلي راسم على كاس العالم للانديه، محدش يتريق، الاهلي بجد بيرسم على كاس العالم للانديه. الموسم الجاي قرب، هنشوف الاهلي وهنشوف كره ممتعه مع كولر مع شويه اللعيبه اللي جت دي، ونتمنى ان شاء الله يبقى موسم كويس السنه الجايه. شكرا.